ريال مدريد يفعل رسميا بند استعادة غارسيا. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة سكرين سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، هل سينجح فيران غارسيا مع ريال مدريد؟ شاركونا بالتعليقات. توصل نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مع نادي رايو فايكانو ليعود الظهير الأيسر فيران غارسيا إلى النادي الملكي في وقت لاحق من العام الجاري. وكان غارسيا صاحب 23 عاما قد رحل عن ريال مدريد وانضم إلى رايو فايكانو بعقد إعارة في موسم 2020-2021، ثم وقع عقدا نهائيا قبل موسم 2021-2022. وفي ظل الاهتمام باللاعب من جانب باير ليفركوزن الألماني وأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني المنقضي، استخدم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بندا يعود بموجبه اللاعب إلى الملكي بعد نهاية الموسم الجاري بعقد قيمته 5 ملايين يورو. وقال راؤول مارتين بريسا رئيس نادي رايو فايكانو في تصريحاته لإذاعة كادينا كوبي الإسبانية إنه يود الثناء على قرار ريال مدريد بالسماح للاعب باستكمال الموسم مع فريقه الحالي. وقال بريسا: ريال مدريد تصرف بشكل نبيل، كان بإمكانه انضم اللاعب الآن خاصة في ظل الوضع الذي يواجهه فيما يتعلق باللاعب ميندي، ولكننا تحدثنا معهم وقد تصرفوا بشكل نبيل من أجل عدم الإضرار بالرايو فايكانو. وقدم غارسيا الصاعد من أكاديمية ريال مدريد مستويات جيدة منذ انضمامه إلى رايو فايكانو، وقد شارك أساسيا في 34 مباراة في الدوري خلال الموسم الماضي، كما شارك أساسيا في جميع المباريات 19 التي خاضها الفريق حتى الآن في الموسم الحالي. وبذلك يعود غارسيا لسانتياغو برنابيو بداية من الموسم المقبل، مغلقا الباب في وجه باير ليفركوزن الألماني الذي تحرك لضم اللاعب. وطلب تشابي ألونسو المدير الفني لليفركوزن ضم غارسيا ليتحرك ريال مدريد ويفعل بند إعادة الشراء في عقد غارسيا. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.